السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة. إن الله جميل يحب الجمال. إحنا حلقتنا النهاردة لبعض النساء اللي مش بيحبوا الجمال. هو في حد ما بيحبش الجمال؟ للأسف طب إزاي؟ بعض النساء اللي بيغفلوا عن الاهتمام بنظافتهم ومظهرهم في البيت، فللأسف الشديد بيكون فيه مشكلة، والمشكلة دي بتكون كبيرة. عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، عدم الاهتمام بالرائحة، عدم الاهتمام بالملابس في البيت، ودي بتسبب نفور كبير جدا من الزوج. للأسف عندنا نوعين من الرجال في التعامل في الموضوع ده. البعض بيصرح بطريقة مش لطيفة ويحرج الزوجة ويخليها محرجة جدا. ممكن هي يعني الطريقة دي تخليها تغير، والبعض الآخر من حرجه ممكن يعمل معاه انتكاسة ما يتغيرش، أو ممكن تعند، أو المهم إن الطريقة دي مش دايما بتكون سليمة في إن أنت توجه زوجتك لحاجة زي كده. النوع التاني من الرجال بيفضل كابت في نفسه، محرج يقول لها من فضلك تاخدي شاور، من فضلك تبدلي ملابسك، من فضلك تعملي كذا. بيبقى في حرج في حاجة زي كده، ويفضل ساكت 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 لحد ما يبقى في يعني بعد كبير ما بين الزوجين ونفور ما بين الزوجين. يبقى هو لا بيقرب منها ولا بيكلمها، ودايما بره مثلا، وهي تقعد تسأل هو ليه بعيد عني، ليه مش بيتكلم معايا، ليه مفيش قعدة لطيفة ما بيننا. وللأسف اللي أنا بستغربه إن بعض النساء بيبقوا مش مدركين ده، ومش حاسين إن هم واقعين في مشكلة كبيرة جدا. الأعرابية لما كانت بتنصح بنتها ليلة زفافها، من بعض النصايح اللي كلمتها فيها كانت بتقول لها إيه؟ قالت لها لا يقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. فالمفروض إن انتي تكون دائما ريحتك حلوه في البيت، مظهرك جميل. مش نهتم ان احنا نبقى طالعين بره في الشارع وشكلنا شيك ومنمق وكويين هدومنا وتمام، وفي البيت نبقى حاجه تانية. لا، يعني لا من الدين ولا من العرف ولا من الذوق ولا من حسن التبعل ان انا اكون في بيتي سيئه المظهر وسيئه الرائحه. وده بينعكس كمان لو انت عندك بنت انت قدوتها، فانت بتربي بنت هتطلع زيك كمان في نفس الامر ده، وبايديكي بتخلي فيه مساحه كبيره او فجوه كبيره بينك وبين زوجك. طيب، بعض النصايح السريعه اللي اقولها يكون حل، لان انا ما بحبش ان انا اصدر المشكله واقول ان احنا ما ينفعش نعمل كده وخلاص، لكن لازم يكون في حلول. اول حاجه لازم تهتمي بسنن الفطره. كل 40 يوم الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا رجالا ونساء ان احنا نهتم بسنن الفطره. وفي احاديث نبويه، احاديث شريفه كتير عن السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها، كانت بتتكلم مع نساء المسلمات ازاي يهتموا بانفسهم، وبالذات في فتره الحيض وبعد الحيض وبعد النفاس. ارجعوا للاحاديث دي وهتلاقوا نصايح عظيمه جدا فيها. النقطه الثانيه، دايما تلبسي ملابسك وهي نظيفه وريحتها حلوه. ما ينفعش ان انت تلبسي بلوزه او فستان او عبايه وهي اصلا فيها رائحه تعرق وتقولي معلش اصل مشوار وراجعه، او البيجامه دي هي لابسه وهحطها. ابدا، اوعي تعملي الحركه دي ابدا ابدا، لان بتخلي الرائحه تزيد اكتر واكتر وبتبقى سيئه. النقطة الثالثة، احرصي دايما ان انت تلبسي ملابس قطنية، سواء في البيت او لو انت خارجة بره. لو انت من الناس اللي عندهم مشكلة التعرق الشديدة، دايما تلبسي لبس قطن تحت هدومك بيمتص العرق وما بيعملش رائحة. نقطة تانية، تستخدمي بعض المستحضرات الخاصة بالأمر ده. معروفة ان انت تقدري تجيبيها من بره، او لو انت عندك تحسس تقدري تعملي الخلطات في البيت وبتتعمل وبتجيب نتيجة حلوة جدا. وكل ده موجود على الانترنت يا جماعة، مفيش حاجة ما بقتش معروفة ولا يعني تغيب عن حد. الأمور دي كلها بقت معروفة، ولازم تبقي حريصة جدا على ان انت رائحة فمك تكون كويسة. تغسلي اسنانك على طول. لو في مثلا لبان بالنعناع يكون معاكي في شنطتك دايما. بعض الناس بيقولوا احنا بنحط مستكة، ده عرف فرع قرنفل، ده مش عارف ايه. حاجات كتير قوي قوي نقدر نعملها وبحاجات بسيطة. التجمل والاهتمام بالنظافة الشخصية وبالرائحة مش محتاج تكاليف أبدا، دي كلها محتاجة حاجات بسيطة نقدر نعملها. وده أولا بينعكس على حالتك النفسية.
انتي لما تكوني ريحتك جميله يعني مهندمه في نفسك ومسرحه شعرك ولابسه حاجه جميله، ده بيخلي نفسيتك حلوه وبيخلي مزاجك حلو. كمان نقطة مهمة جدا جدا، ده حسن تباعل للزوج. انت لو بتعمليها بالنية دي ان انا اكون حلوة في عينه، وتدعي ربنا ان ربنا يجعلك قرة عين له وهو يكون قرة عين ليكي، ربنا يأجرك على النية دي. ربنا يحفظ بيوتنا ويجعلنا دايما من الناس الجميلة قلبا وقالبا، شكلا ومظهر وباطنا كمان. ربنا يسعدنا جميعا. اشوفكم في حلقة جديدة. سلام عليكم.